السلام عليكم، معكم احمد الهدل. في الفيديو ده هتتعلم ازاي تشغل العاب بلاي ستيشن 1 على البي سي باستخدام محاكي محركات الالعاب ريترو ارش. ريترو ارش واحد من افضل محاكي محركات الالعاب اللي موجود حاليا، بيوفر لك واجهه عصريه سهله الاستخدام اشبه بواجهه الكونسول، تحتوي على اعدادات متقدمه تختار منها اللي يناسب احتياجاتك في تشغيل الالعاب. هندخل على موقع ريترو ارش الموجود عندكم في الديسكريبشن، وهنحمل نسخه الانستولر. الاختيار ما بين 46 بت و 32 بت بيبقى على حسب النظام عندك. في الديسكريبشن هتلاقوا لينك باسم ريترو ارش سيستم فايلز، هنحمله، هنفك الضغط من عليه، هنلاقي جواه الملفات دي. هنروح على ريترو ارش من على الديسكتوب، كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، هنروح لفولدر سيستم، وهناخد الملفات اللي احنا لسه محملينها كوبي، هنعمل لها بيست هناك. هنفتح موقع كل روم، هتلاقوه موجود عندكم في الديسكريبشن، اللي هنحمل منه الرومز بتاعت بلاي ستيشن 1 او العاب بلاي ستيشن 1. بعد كده هنروح عند رومز وهنختار سوني بلاي ستيشن. انا عن نفسي عايز العب لعبة ميتال سلاج او حرب الخليج زي ما كنا بنسميها زمان، فهدوس على حرف الام وهدور على اللعبة. هنا هيكون عندكم اختيارين للداونلود. لو دوست على داونلود ناو هيحمل معاك ابلكيشن، ومن الابلكيشن ده هيعمل داونلود للروم او اللعبة. والاختيار التاني انك تدوس على alternative download link، هيفتح معاك الويندو دي، هيقولك استنى 15 ثانية لحد ما يظهر لك الزرار بتاع الداونلود. بالطريقة دي اول ما هتدوس على الزرار بتاع الداونلود هيحمل معاك الملف دايركت، بدل ما تدوس على داونلود وينزل لك الابلكيشن ومن الابلكيشن تحمل الروم. بعد ما حملنا اللعبة وفكينا من عليها الضغط، انا حطيتها في فولدر اسمه بلاي ستيشن 1 رومز من حيث النظام. لو دخلنا على فولدر اللعبة هنلاقي ملفين، هنلاقي ملف تالت ملوش اي 30 لازمة ممكن تمسحه. هنفتح ريترو ارش، طبعا لو انت بتستخدم كنترولر هو هيتعرف على الكنترولر لوحده. هنروح على فيديو، وبعد كده هنروح على يوز فول سكرين مود، هنعملها اون عشان يفتح معانا ريترو ارش على الفول سكرين. بعد كده هننزل تحت ونختار سيفنج، وهنختار اوتو سيف ستيت هنعملها اون، واوتو لود ستيت هنعملها اون. الاوتو سيف ستيت عشان يعمل معاك سيف في اغلب الالعاب بشكل اوتوماتيك، والاوتو لود ستيت عشان لما تيجي تدخل اللعبة يلود معاك اخر سيف انت عملته. بعد كده هنروح على configuration وهنعمل save current configuration عشان نسيب الاعدادات اللي احنا عملناها، وهنقفل الريترو ارش. بعد كده هنختار لود كور عشان نختار المحرك اللي هيشغل لنا العاب بلاي ستيشن 1، هنعمل داونلود كور، وهننزل تحت ونختار بلاي ستيشن بيتل بي اس اكس. بعد ما نعمل كده هندخل تاني على لود كور وهنختار المحرك اللي احنا لسه محملينه. هنلاحظ انه اسمه اتكتب تحت عشان نتأكد مليون في المية ان احنا عملنا لود للكور ده. بعد كده هنروح على لود كونتنت، وهنروح للفولدر اللي احنا نزلنا فيه العاب بلاي ستيشن 1. وهنفتح اللعبة اللي احنا عايزين نلعبها. زي ما انتوا شايفين اللعبة فتحت معايا. لو عايزين كل مرة لما تيجي تفتحوا اللعبة تعملوا سكيب للبايوس اللي هي الدخلة الأولانية بتاعت بلاي ستيشن 1، هندوس على F1 وبعد كده هنروح لأوبشن وهننزل تحت لحاجة اسمها سكيب بايوس وهنعملها on. اوبشن تاني كمان من الاوبشنات الكويسة، هندوس F1 وهنروح لأوبشن وهننزل تحت
عند وايت سكرين مود هاك. لما هنعمل اون للاوبشن ده هيفتح لنا اللعبة بطريقة وايت سكرين، طبعا عشان اغلب الشاشات عندنا دلوقتي بقت وايت سكرين فكده افضل بكتير. اوبشن كويس برضو في ريترو ارك، هنضغط على F1 وهنروح على options وبعد كده هننزل عند internal GPU resolution. لو خليناه على 1 هنشوف رسوميات اللعبة زي ما كنا بنشوفها ايام ما كنا بنلعب على الكونسول، لكن لو زودت في الرقم ده فلنفترض مثلا ان احنا هنخليه 8 ودوسنا F1 هتلاحظوا في فرق شنيع وشاسع في الجرافيك او منظر اللعبة. لو دوسنا F1 تاني وزودنا الرقم ده اكتر من كده بكتير هيبقى افضل وافضل. ما تنسوش طبعا ان انت كل ما هتدوس F1 هيبقى عندك خيارات كتير، زي ان انت تعمل ريستارت اللعبة خالص، تقفلها، تاخد سكرين شوت، تعمل سيف، تلود السيف، تعمل اللي انت عايزه يعني. حاجة كمان كويسة في ريترو ارش ان انت لو رحت عند الايقونة دي وعملت سكين دايركتوري ورحت عند الفولدر اللي انت نزلت فيه الالعاب بتاعت بلاي ستيشن 1 كلها ودخلت على الفولدر وعملت حاجة اسمها scan this directory، هيعمل لك سكان. اول ما يخلص هتطلع برا هتلاقي ان هو حط لك الالعاب بتاعتك كلها في تاب اسمه سوني بلاي ستيشن، بحيث ان انت المرة الجاية تخش على الالعاب بكل سهولة من غير ما كل مرة تعمل لود كونتنت او حتى تروح عند اخر حاجة انت شغلتها، يعني عشان يبقى شكلها لطيف. لو شايف ان الفيديو ده افادك اعمل لايك، ولو شايف انه هيفيد غيرك اعمل له شير، كمان لو مستني جديد فيديوهاتي متنساش تعمل سبسكرايب.